هكذا استقبل العائد من رحلة ظنها الجميع بلا عودة، لكنه عاد بألوان تشبه ألوان فريقه السابق. نعم، عاد دي بروين إلى ملعب الاتحاد، ويا ليته لم يعد، فالجرح لم يلتئم بعد. ليقرر المدرب كونتي أن يرش الملح على الجرح. الدقيقة 22، بطاقة حمراء قاتلة لزميله دي لورينزو لتربك كل الحسابات. وهنا اتخذ كونتي القرار الذي لم يكن يتخيله أشد المتشائمين: التضحية بدي بروين لتعزيز خط الدفاع. فما كان إلا أن وقف النجم البلجيكي مذهولا، رأسه مطأطأ نحو الأرض، غير قادر حتى على رفع نظره. مشهد أشبه بالطعنة في صدره أمام جمهور يعرفه جيدا. ويا لروعة المفارقة، جماهير مانشستر سيتي لم تتحمل رؤية أسطورتها السابقة بهذا الانكسار، فاجتمع صوت الاتحاد كله ليهتز الملعب بالتصفيق والهتافات، وكأن الزمن عاد ليخبر دي بروين أنه لم ينسى أبدا. فرفع رأسه أخيرا ودموعه تقاطر عينيه، رد التحية بخجل مكسورة. لحظة إنسانية حزينة. وبعد نهاية اللقاء لم يترك أصدقاء الأمس زميلهم السابق وحيدا، بل أحاطوا به يواسونه ويخففون من حزنه. كان مشهدا إنسانيا نادرا يجسد أن كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل مشاعر ووفاء وذكريات لا تمحى.